السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناتكم قناة محمد كريم. النهاردة بإذن الله هنكمل مسابقتنا المعتادة اللي اتفقنا عليها. النهاردة هنتكلم عن شخصية تاريخية. الشخصية ديت اشتهرت بالحكمة، انه كان حكيم وكان فيلسوف عصره وأوانه. الشخصية ديت كان زي ما قلنا اشتهر بالحكمة، وانه كان فيلسوف وكان هادئ الطباع. كان اخر حاجة يفكر فيها ان هو يتعصب او يتنرفز او يصول. كان من طبعه الهدوء والحكمة الهدوء الشديد، كان هادي بطريقة مميتة. صاحبنا دوت او الشخصية ديت كان متزوج من زوجة صرصارة، كانت عصبية وكان صوتها عالي وكانت كثيرة التوبيخ والتهزيء فيه. كانت على طول تهزقه وتوبخه وتقل من شأنه، حتى قدام طلابه. يعني كانت تهزقه قدام يعني الطلاب اللي هو بيدرس لهم، وكانت تقل من قيمته، وكانت دائمة الصرصرة والصراخ عليه. كانت دايما تزعق فيه وتصرخ فيه وتشخط فيه، حتى قدام الطلبة اللي هو كان بيدرس لهم، بيديهم علمه يعني. كانت الشخصية ديت أو الشخصية التاريخية ديت كان شديد الفقر، كان فقير فقر مقطع، كان فقير جدا. فمن كثرة فقره، يعني كان لو اتعشى ما يلاقيش لو اتغدى ما يلاقيش العشاء، ولو فطر ما يلاقيش الغدا. كان فقر مقطع خالص، ولكن كان يستقبل فقره دوت رغم الفقر اللي هو فيه المقطع دوت، كان يستقبله بكل ارتياحية وكل هدوء أعصاب. ولكن مراته كانت ساخطة عليه وكانت ناقمة عليه، لدرجة انها في يوم من الايام وهو قاعد وسط الطلبة بتوعه جابت جردل المية وراحت دلقاها عليه، وفضلت يا تهزيء تهزيء فيه. وهو قال لها: يا تصدقي انا كنت فاكر ان سبحان الله العاصفة قامت، وسبحان الله اهي مطرت اهي. انا بحمد ربنا ان العاصفة قامت ونزلت مطرة عشان اغسل وشي. فهي من كثرة ما هي يعني كانت يعني عصبية، وكانت صرصارة، وكانت يعني كانت شخصية سخنة جدا، عكسه خالص. هو هادئ جدا وهي عصبية جدا. ما استحملتش هدوء دوت فطبت وماتت بالسكتة القلبية. فهو كان شديد الحكمة والهدوء والرثيان يعني. فيا ترى الشخصية ديت انتوا عرفتوها ولا ما عرفتوهاش ولا ايه؟ اللي عرف الشخصية اللي انا بتكلم عليها ديت، على فكرة هي كانت في العصور القديمة جدا قبل الميلاد. اظن كده انا سهلتها خالص عليكم. الشخصية ديت كانت في العصور القديمة جدا قبل الميلاد. يا ترى مين الشخصية؟ يا ترى مين النجم؟ سلام عليكم.